السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ مشاهدينا الأعزاء، إن شاء الله بأفضل حال. لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للفيديو دعما لنا للاستمرار بنشر المزيد من أخبار المنتخب العراقي. عدنان لفتة: الانتقاد موجه فقط ضد اللاعبين المغتربين، ولم أرى أحدا ينتقد مهند علي أو علي جاسم السيء، ولم أرى أحدا يمتدح ميرخاس دوسكي وبيتر غورغيس. سننتصر على فلسطين بنتيجة كبيرة، ويصبح فارق الأهداف لصالحنا. العودة ضد الكويت كانت تاريخية ولم تحدث في تاريخ منتخباتنا. إبراهيم سالم: خاف أن هناك من يخاف من الحديث ويجامل. أنا سأقولها بصراحة: المنتخب الوطني للرجال حصرا. برنامج تكتيك على قنوات الكأس. المنتخب العراقي تصدر قائمة الفرق الأكثر تنفيذا للكرات العرضية في هذه الجولة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ب41 كرة عرضية. منتخبنا الوطني يغادر البصرة يوم الأحد ظهرا ليتوجه إلى الأردن استعدادا لمواجهة فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم. المحلل الفني الكويتي طارق الجلاهمة: قبل المباراة كان هناك نوع من عدم التقدير والاحترام للمنتخب الكويتي، حيث اعتبر البعض أن المباراة ستكون سهلة، وحتى لو كان ميسي ورونالدو معنا لن نفوز، لكننا لا نرد بالكلام بل نرد بالفعل. نحن فخورون بما قدمه المنتخب الكويتي من مستوى فني ومباراة استثنائية أمام المنتخب العراقي على أرضه وبين جماهيره. والدة لاعب المنتخب العراقي آكام هاشم: عندما دخل آكام إلى المباراة شعرت بإحساس الأم على ابنها. كنت أدعو له فقط أن يسجل هدفا، واستجاب الله لدعائي. وصيتي لابني دائما هي أن لا ينسى الله وأن يقرأ الآيات قبل الذهاب إلى الملعب، وسيحقق له ما يريده. منتخبنا يخسر من الهند بنتيجة 97 مقابل 77 في الملحق المؤهل لبطولة كأس آسيا لكرة السلة. الطريق إلى كأس العالم لا يزال مفتوحا، وبإمكان العراق أن يفرض نفسه بقوة في الجولات القادمة، ويثبت مجددا أنه من كبار القارة الآسيوية. المنتخب يمتلك جميع المقومات لتحقيق العلامة الكاملة في المواجهات المتبقية، فهو يضم مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق، كما أن المنافسة لا تزال مفتوحة، والفارق في النقاط يمكن تعويضه إذا سارت الأمور بالشكل المطلوب داخل الملعب. الخبرة التي اكتسبها المنتخب في البطولات الأخيرة، إلى جانب الروح القتالية التي لطالما ميزت الكرة العراقية، هما عاملان أساسيان في هذه المرحلة. العراق تجاوز اختبارات أصعب في الماضي، ومثلما تفوق على اليابان فهو قادر على تخطي التحديات القادمة. كل ما يحتاجه الفريق الآن هو التركيز والعمل بجدية، لأن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرا. أما خارج الملعب فالجماهير مطالبة بدعم منتخب بلادها، فهذه الفرصة لن تتكرر. المناوشات والانتقادات السلبية قد تؤثر بشكل مباشر على معنويات الفريق، وعندها قد نعض أصابع الندم. الكويت تعادلت مع الأردن مرتين ومع العراق مرتين، فليس من المنطق أن نلقي اللوم على تعادل هنا أو هناك ونؤثر على المنتخب بكلام محبط. اللاعبون بحاجة إلى كل كلمة طيبة، فهم أمام فرصة تاريخية لخطف النقاط المتبقية وتحقيق الحلم. خالد الرشيدي حارس منتخب الكويت: كنا الأحق بالثلاث نقاط، لكن قدر الله وما شاء فعل. شكرا للاعبين الأبطال على القتال والروح، وشكر خاص لجماهيرنا الوفية الحاضرة. نعتذر لجماهيرنا على التعادل غير العادل. مصدر موثوق: مدرب دهوك مسعود ميرال مرشح لتدريب المنتخب في حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام فلسطين. العديد من الصحف الأجنبية والأسيوية تناولت ريمونتادا منتخبنا الوطني المثيرة أمام الكويت في الوقت بدل الضائع وتسجيل هدفين وقلب النتيجة. مئات التعليقات الآن على موقع الاتحاد الآسيوي من قبل الجماهير اليابانية والإندونيسية وغيرها تدعم منتخبنا. بالنسبة إلى بعض الإعلاميين واللاعبين السابقين الذين استغلوا نتيجة المباراة للنيل من غيرة وانفعال زيدان، أصبح همهم الأول والأخير هو مصلحة الكويت. هذا اللاعب يحمل غيرة أكثر منكم، غيرته وحبه للعراق لا أحد يزاود عليها أو يمنعها منه. هل يعقل أن منتخبنا لا نقف معه وندعمه بأصعب ظروفه؟ جميعنا نعلم بأنه يعاني، ولكن هل نأتي لنزيد من جراحه؟ هذا هو حال كرة القدم، يوم تبتسم لنا ويوم لخصومنا.
لا تستسلموا أبدا، المنافسة لا تزال قائمة وكل شيء بأيدينا. كوريا تعادلت مع فلسطين مرتين، وأمس ضد عمان، والأردن تعادلت مع الكويت مرتين، وقبلها ضد العراق. لا أحد أفضل من أحد، والمباريات لم تحسم بعد. الثلاثاء موعدنا بإذن الله، الأسود سيأتون بكل النقاط. سؤال: إذا فاز العراق على فلسطين وفاز الأردن على كوريا، سيكون 3 منتخبات لهم 15 نقطة. هل ستتعقد المجموعة؟ برنامج تكتيك تقديم المصري أحمد الطيب. العراق يلعب ليس كرات طويلة فقط، بل وصل في منطقة الجزاء الكويت 72 مرة، والكويت وصلت 7 مرات فقط. لمتقدمي المنتخب حاليا، خاصة من اللاعبين السابقين جيل يونس وإعلامي الصدفة، هدوا قليلا. عيني تتذكرون من كانوا يغلبون سوريا ولبنان والإمارات رايح جاي. المشكلة أن رؤوس الحربة في العراق بدون فاعلية، ولا يوجد لدينا لاعب قناص وسوبر هجوم حتى يستطيع فك العقدة. والمشكلة كأساس لو يغير أيمن ومهند بلاعبين شباب، كان الوضع مسيطر عليه تماما. نحن كجماهير كروية يجب على الكابتن عدنان درجال، باعتباره لاعب دفاعي خبرة سابقا وقلب دفاع وهداف أحيانا ومدرب منتخب وطني ومدرب محترف لأندية قطرية، أن يطلع هو واللجنة الفنية التي تم اختيارها على الأسلوب والتشكيل والخطط التكتيكية التي سيلعب بها كأساس قبل كل مباراة. فمدربنا الإسباني كان يتخبط منذ بدء التصفيات، وفي بطولة الخليج زادت تخبطاته عكس بداياته الموفقة أحيانا، وتبين للجميع هفواته الدفاعية وقلة خبرته وتشخيصه ومتابعته للاعبين الأكفاء. وأقل متابع كفء للكرة العراقية يفهم أفضل منه بمستويات اللاعبين. فإن رفض كأساس فليغادر وليكمل المهمة عدنان درجال مدربا، وإن قبل كأساس بذلك فأهلا به ليبقى مدربا. تعبنا من المفاجآت الأخرى، وابتداء من الآن ومن مباراة فلسطين. آكام هاشم لعب مع المنتخب مباراتين، الأولى ضد فيتنام دخل في الدقيقة 81 وصنع هدفا، والثانية أمس ضد الكويت دخل في الدقيقة 84 وسجل هدفا وهو مدافع. كل هذا وريبن الشايب أساسي. المباريات المتبقية للعراق والأردن في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026. من سيحسم المركز الثاني؟ الإعلامي العراقي عدنان لفتة. ما زلنا في وصافة المجموعة، سنحسم فارق الأهداف بانتصار كبير على فلسطين. لا تهولوا من قوتهم، نحن قادرون على الفوز عليهم في عمان. مصطفى سعدون، راوغة، عبد الصمد الزلزولي نجم ريال بيتيس وبرشلونة وأوساسونا، ونجم صاعد بمنتخب المغرب رابع العالم. مواقع السماسرة قامت ولم تقعد، ونالت من اللاعب بكل الأساليب التسقيطية لعدة شهور. حسين علي، ضحك عليه محمد دحام الكويتي الذي يلعب في دور تصنيفه 118 عالميا، وصنع هدفين من جهة لاعب في دور مصنف 7 عالميا. القطيع ومواقع السماسرة في صمت وسبات عميق يفضح ازدواجيتهم في التعامل مع اللاعبين. الأهم إرضاء العقل الجمعي وإبقارهم المقدس الفلوجي وأبو اللول وكفتة، وعدم التعرض لقدسية المغتربين في شهر رمضان المبارك. هام جدا، موقع دهوك الرياضية يطالب السيد عدنان درجال والمختصين بالتدقيق في تغييرات منتخب الكويت ومخالفة قوانين الفيفا، والقيام باللازم إن كانت هناك مخالفة للقوانين فعلا، حيث أجرى 5 تغييرات على 4 دفعات. الدقيقة 66 تغيير لاعب، الدقيقة 67 تغيير لاعب، الدقيقة 75 تغيير لاعب، الدقيقة 87 تغيير لاعبين.